الله عليكم أيها الأسود، إشراق تحييكم من جديد. إخواني، النظام الجزائري ما زال ينهق بعد صفعة كيشنر واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء بشكل صريح داخل الجزائر وأمام وزير خارجيتها بوغادون، وتأكيده على مغربية الصحراء وذلك بزيارته للمغرب. رغم ذلك، النظام الجزائري ببلادته المعهودة لا زال يبث الأكاذيب ويزور الحقائق عن طريق إعلامه الكرتوني، إعلام الكذب، إعلام الصرف الصحي، حيث قدمت قناة النهار مسرحية أخرى في نشرة إخبارية مفادها أن باحثون وناشطون حقوقيون قاموا برفع عارضة دولية تطالب بإلغاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث قالوا يجب توقيف النهب الغير القانوني لخيرات الصحراء، هكذا بتعبير الخروبي. وأعلنوا أيضا رفضهم الدعم الأمريكي العسكري للمغرب. أكبر دولة منافقة دازت في تاريخ كوكب الأرض هي الدولة الخرخورية. أنا في وجهة نظري الشخصية أنه كيحاول بمثل هذه الخرجات الإعلامية يخفي الهزائم المتتالية له أمام مملكتنا المغربية الشريفة، حيث اليوم راه ولا كل شيء واضح، يكفي بضغطة زر واحدة أن تدخل لوسائل التواصل الاجتماعي وتعرف النجاحات الحقيقية التي حققها المغرب في ملف الصحراء، رغم تدليس ومحاولة إخفاء ذلك على الشعب الجزائري الذي صرفت أمواله على قضية فاشلة منذ بدايتها. الجزائر ضيعت أكثر من 1000 مليار ديال الدولار كانت كافية باش ترجع الجزائر والجزائريين كدول الخليج. الإعلام الجزائري ما قدرش يسلط الضوء على القنصليات الكثيرة اللي فتحتها المغرب في صحرائنا العزيزة، وعلى الاستثمارات التي جلبها ولا زال يجلبها إلى أقاليمنا الجنوبية. ما قدرش يسلط الضوء على البنيات التحتية لمدينة العيون ومدينة الدخلة اللي مجهزين أحسن من العاصمة الجزائرية، وهذا بشهادة جزائريين بأنفسهم. بالمناسبة أن الاستثمارات في هذه الأواخر ما تدفقتش غير في أقاليمنا الجنوبية فقط، بل تدفقت على مختلف جهات المغرب، بحيث اليوم وقع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي عبد الحفيظ العلمي في الدار البيضاء على مذكرتي تفاهم لإنشاء 4 مصانع في قطاع السيارات باستثمارات تبلغ 912 مليون درهم، وخلق أزيد من 8300 منصب شغل في المغرب. ويتعلق الأمر بإنشاء وحدات صناعية جديدة في المملكة من قبل المجموعتين اليابانيتين يازاكي وشوميتومو. وبهذه المناسبة شدد مولاي عبد الحفيظ العلمي على أن هذه الاستثمارات الجديدة تؤكد أن المغرب بات يعرف كمنصة ناجحة في مجال الصناعة ويحصل على ثقة المستثمرين الأجانب. نتوما قابلوا الكذوب والأخبار الزائفة ومسرحيتكم المضحكة، أما المغرب فراه خدام اللهم بارك على أرض الواقع، وحنا راه عارفين علاش كديروا هادشي كامل، حيت كيف كنقولوا بواحد المثل مغربي بالدارجه، فكرتكم العجينه. عارفين بلي المغرب في طريقه ان يصبح كأكبر قوه في افريقيا وليس اقليميا، وقوة أيضا مطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قوة حقيقية وليست مزورة كالتي تدعون على أنكم أكبر قهوة إقليمية في شمال إفريقيا وأصحاب أكبر منظومة صحية في إفريقيا، المنظومة التي خرجت بتقرير أن عبد المجيد كدبون يعاني جراء آثار كورونا في قدمه. وهذه المنظومة ردت كورونا عندها نياب وعضات عبد المجيد كدبون في رجليه. واش اخوتي بحال هذا الخبر كاين في شي دوله؟ كاينه شي دوله كتقدم بحال هذا الخبر للشعب ديالها؟ بطبيعه الحال راه كاينه في الجزائر. ما حد الجزائر موجوده والشعب الجزائري المغلوب على امره، اكيد راه بحال هاد الاخبار الغريبه والمضحكه راه بطبيعه الحال غادي يصدقها، لانه مسكين ترعرع في ظل نظام فاشل ومليء بالسلبيات والحقد، ونظام مصنوع مزور ليس حتى بحقيقي، نظام استنسخته فرنسا قبل خروجها. وكيف كيقول المثل: القافله تسير والكلاب تنبح.
الأسد المغربي إن شاء الله قادم. وبدوري أنا بغيت نخلي واحد الرسالة لداك النظام الجزائري باللي الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت. الإمبراطورية المغربية قادمة طال الزمن أو قصر. كنحيي إخواني الأسود، وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو على أوسع نطاق. ما بقى لي غير نودعكم وشعارنا الثابت: الله الوطن الملك. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم.